موعدنا يا اخوان بفيلم جديد عن قصة حقيقية واشي فخم ومرتب على كيفك. خلينا نشوف شو قصة الشجرة هاي وشو قصة الاسمر هذا يا اخوان. مش هذا الاسمر، في واحد تاني، هذا البني ادم، وايش اللي قاعد بيصير معه وليش هو هيك دائما زعلان وحزين وفقير ومتفجر وماكل هوا وماكل 600 كندرة. خلينا نشوف شو الطابق، يلا بلشنا. وصحيح قبل ما بلش شباب، حطيت لكم رابط كرتون بالفصحى، فيلم جديد نزلته للي عنده اطفال او بحب اللغة العربية الفصحى مع الانيميشن. يلا بتبلش قصتنا يا اخوان مع مايكل اللي بتكون الحكومة فرقته عن امه وهو صغير لانه امه بتتعاطى مخدرات ولا تصلح للتربية. هذا الحكي بيخلي جاره يحزن عليه ويروح يوديه عشان يدخله على المدرسة. وبكون يا اخوان علاماته في الدراسة مش منيحة، بس بكون مستوى بالرياضة ومرونته، مع انه زلمة مليان، زلمة فخم. ومع انه مدير المدرسة بكون قراره انه ما بده يسجله، بس المدرس تبع الرياضة بقول له لا بده يدرس لانه هذا عنده موهبة وانا شفتها. المهم بالاخر المدرس بقنع المدير انه يدخل ويسجل. مايكل باول يوم بكون الكل بتنمر عليه، وحتى بامتحان المستوى بكون سيء يا اخوان. هو منعزل، وغير انه منعزل يا اخوان هو حياته سيئة، ما في مكان ينام فيه. حتى المكان اللي بينام فيه الناس بضوجوا منه يعني، وبقعدوا يسمعوا بعض، يسمعوه حكي، يعني خلص حياته ماكله هوا. نسيبه ونروح نتعرف للي اللي بيكون ابنها انس موجود بنفس المدرسة اللي موجود فيها مايكل. بتروح تحضر حصة الرياضة، وبكون يا اخوان مايكل اللي مسخن بلم اكل عن المدرجات. وكمان الاساتذة تاعونه بتناقش مع بعض انه وضعه سيء وكل علاماته زبالة وماكل هوا، يعني اشي زفت. ثاني يوم يا ابو الغوالي طالع مايكل يلعب، بقول لهم مرجحوني، بقول له تقول له وزنك 40 كيلو متر قبل الميلاد، شو بدك تتعلم لا تتعلم يا زلمه. المهم بتعرف على انس ابن لي، وانس بقعد يقول له انت زلمه مرتب وانا بحبك، وانس بيحكي لي عن قصته. وبنفس الوقت بيجي على المدير بقول له معلم انت يعني علاماتك شو بدي اقول لك، انت لحالك يعني موقع نص المدرسه في العلامات. هذا كل الحكي بنزلوا بتنمروا على مين؟ على مايكل. حتى المدرسين كلياتهم بيحكوا بس بموضوع علامات مايكل. شو بدك بالطويله، لي وهي وجوزها طالعين سهرانين اليوم من الايام، بيلاقوا مين؟ مايكل بوجهه. والدنيا يا اخوان برد، يعني الشتاء كبس برا. بتطلع بتقول له اذا انت مش لابس ايش الدنيا برد، بقول لها غلبك يعني معيش اواعي. بتقول له طب تعال تعال، بتاخده يا اخوان بتظبط له هيك مكتب شوي هيك زي كرسي، بتقول له خلص نام هون الليله وبكره الصباح رباح بصير خير. وبتحكي لجوزها معقول يسرقنا؟ بتقول لها انت مجنونه جايبه لي واحد ينام تحت تقولي لي يسرقنا، بكره ببين معك اذا راح يسرقنا ولا لا. وبالفعل لي اول ما تنزل تاني يوم الصبح بتلاقي مايكل مرتب الدنيا وبده يطلع خلص مسافر رايح. بتقول له اسمع احنا عاملين شويه عيد على الخفيف وشويه اكل، تعال افطر معنا. وبالفعل يا اخوان مايكل بكون جوعان مش مفطر، صار له 90 سنه مش مفطر، بقعد ياكل على الطاوله لحاله، الكل بيلحقه وبصيروا ياكلوا مع بعض. والجو بيعجب مايكل لانه اول مره بحس انه في حدا بيهتم فيه. شو بدك بالطويل معلم، ليه بتاخذه لمايكل وتبلش تلفف فيه، بتقول له طب شو اواعي ما اواعي؟ بقول له طب اسمع بدي اروح على الحاره اجيب اواعي، لا انا عندي اواعي. ولما يروح على الحاره بكون كلهم سمر، بقول لها اسمعي غلبك تنزليش، عمرهم ما شافوا واحده شجره، اذا شافوك راح يقطعوك، خليكي هون، انا بروح بجيب الاواعي وبرجع. بيغيب له شوي برجع بتجايب اواعي، بتقول له وين الاواعي؟ بقول لها لا كله شتوي انا عشان الدنيا صيف. بتقول له طب تعال. بتشمطوا يا اخوان كم من لبسه من اللي بيحبهم قلبك على الحبل، تطلع اصفر وبرتقالي، يعني هذا العمل علم الكاميرون المنتخب، ما بعرف شو بتهيأ لللبسه. ما علينا الامور ماشي تمام. ليه بتهتم قاعده في مايكل بطريقه بتخليه نفسيا من جوا تكون اموره طيبه، وهذا الحكي مأثر فيه. وهذا الحكي يا اخوان وين بين في المدرسه على الامتحانات. يعني المدرسات استغربوا انه العلم هذا كان برسب، كيف فجاه صار زلمه فخم هيك ومرتب وبدرس. هذا الحكي كله كان تاثيره النفسي لانه ليه اهتمت فيه كثير. وحتى يوم العيد تبعهم هذا مش عارف شو هو العيد اللي بتعيدوه في هاي المنطقه، بيجيبوه بنفس الصوره وبيخلوه يتصور معهم، وبكون قرب من العيله كثير. وحتى اللي صارت تدافع عنه قدام صحباتها. ولما بتسال بنتها بتقول لها انت متضايقه من مايكل عمره عمل لك شيء؟ بتقول لها لا بالعكس، يعني هو زلمه في حاله وانا في حالي، بس لا انا تعودت عليه يعني لازم يكون موجود معنا. وهذا الحكي بطمن الام عشان نروح نشوف مايكل يقول لهم شباب انا مش راح اقعد، انا بدي العبكم. وبنفس الوقت بتصير بنت هلالي تهتم فيه وتدرس هي وياه بعد ما كانت خايفه. شو بدك بالطويل يا ابو الغوالي، بروحوا عشان يسجلوه بكره القدم الامريكيه، يعني لعبه دفشه وعلى قده، وبكون بيلعبوا اموره تمام وشاطر باللعب، بس مشكلته انه بخاف يأذي حدا. زلمه حنون رهيف لا يغرك يعني انه هيك ضخم وهذا، والكل بيحاول يقنعه انه يدافش، بس هو لا انا بس بتدرب انا بدافشش. عشان تروح لي اقتناعا وايقانا منها، شو ايقانا، المهم اقتنعت انه بدها تتبناه خلص رسمي وراق رسميه. لما تروح عشان تتبناه ببلغوها انه عنده ام، وهاي الام انه هو صغير بعدوه الحكومه عنها عشان هي تتعاطى مخدرات ولا تصلح التربيه. فيعني الوضع ما بعرف شو بدي احكي لك. لي بتقرر طيران تروح وين معلم؟ تروح على امه لمايكل على العافيه يا اختي. بتقول لها هلا، بتقول لها انا بدي اتبنى ابنك. بتقول لها كيف حال امك؟ بتقول لها لا لا جد اتبنى ابنك. بتقول لها اسمعي انا كنت ام عاطله ساقطه بضلني اتعاطى مخدرات وكوكايين، فخلص تبني شو بدي احكي لك.
المهم عشان نلاقي لي عاملة اجتماع صغير على مستوى العائلة، بيقنعوا أو بقرروا يحكوا لمايكل إنه إحنا بدنا نتبناه، وبشمطوه سيارة 2080، وبتصير الأمور طيبة، وبصير صحبته مع أنس قوية ومزح وضحك ومصاري عفق والأمور تمام. طالعين طلعة على الخفيفة، ما أنت عارف مخرجين أمريكا بيحبوا شوي يتهبلوا. طالعين الأمور طيبة معلم، فجأة حادث سير بيقلب فيهم، بس بيكون مايكل مد إيده قدام أنس عشان ما يضرب بالقزاز، وبتكون الإصابة الخطيرة صارت بإيد مايكل، وأنس بتكون يعني على الخفيف، طرطش بالحكي يعني هيك على الخفيف، يعني نخزات خفيفة. لما تروح لمايكل تشوف إيده بتكون إصابته بليغة، وبتعرف إنه أنقذ ابنها. ما علينا يا أبو الغوالي، برجع بصحصح وبرجع لكرة القدم الأمريكية وشغال زي ما حكينا. هو لعيب وفخم، بس يا إخوان ما بدافع ما بدافش لحد ما تنزل تقول له اسمع اعتبر إنه هذول كلهم هاجمين علي، شو بتعمل؟ بقول له ولا شيء بدي أعمل. بتقول له لازم تحمار، ركز هاجمين علي، يقول لها فهمت خلاص عندي الموضوع، ما عليك يا غالي، بس البس نظاراتك عشان الدم اللي راح يطرطش هسه. وبالفعل يا اخوان بنزل بكسر الدنيا، بفجر بخليش حدا من شره، عشان توصل للمباراة النهائية مع مدرسة ثانية. بنزلوا الشباب مستعدة، بكون المدرب اموره تمام ويلا، والكل قاعد بحمس فيه. مالك مايكل بس بتهاجم بداب، ولا دافع ولا كدفش ولا قاعد بتخسر يا ابو الغوالي. وبالفعل على الفاضي مايكل الاخوان، ولا للسد ولا للرد ولا بيعرف يعمل اشي، لحد ما ايش يصير في مشاكل. المدرب تبعهم يعني قربت تجي جلطة، بده ينفلج منه، بيجي بده يدق في الحكم وبده يخرب الدنيا وعصب. بيجي مايكل بيقول له عندي بس خلص عرفت انا ايش بدك، اقعد قاعد وسيب لي الموضوع. ويا اخوان الله لا يورجيكوا حمار في الملعب. انا بفهمهاش اللعبه، بس انا زي ما انا شايفك المهم بفوزوا اخر اللعبه، لانه مايكل اللي بفوزهم. وهذا الحكي بيكون مصور كله عسديات، والسي دي او المقاطع تاعته بتلف كل امريكا عن نوادي، والكل بيصير بده اياه يجي لعنده، خصوصا انه قرب يخلص ثانويه ويدخل على الجامعه. وبتبلش العروض تنهال عليكم، تنشال كل العروض تنهال عليه. الجامعات بتقول بتروح يعني طلبات لمين معلم؟ طلبات للي غاليه، جيبيه على الجامعه عنا، كل تكاليف دراسته علينا، بس جيبيه يلعب عنا في النادي تبع الجامعه. الامور لوز العنب ها يا اخويا مايكل. وكمان يا ابو الغوالي ليه بتجيب له مدرسه عشان تبلش ترفع من علاماته في المدرسه، عشان يقدر يدرس في الجامعات هاي القويه اللي بتقدم له عروض. ما هو ما بزبط على معدلك تمشي بالجامعات هاي يا ابو الغوالي، بدك تشد حيلك. وبنفس الوقت مخلي انس اي عرض بيجي من اي جامعه هو اللي يوكله، يعني انت معلم انت تفاهم معهم، انا ماليش دخل. يعني يا ابو الغوالي صارت حياته ما بين يستقبل وفود من الجامعه، وقاعد بفوز بكره القدم الامريكيه، وقاعد بدرس عشان يرفع علاماته. الزلمه لا مرتب، لحد ما نبلش نشوف انه هو بلش اموره تمام، واتفقوا مع جامعه معينه واخذ الكاس. المشكله بتكون وين؟ انه لي وجوزها بيكونوا بدهم اياه يفوت جامعه معينه اللي هم تخرجوا منها، لانه هاي الجامعه اقوى من الجامعه اللي اختارها. فبيقرروا شو يعملوا، بيقرروا انه يخلوا مايكل يقعد مع مسؤول هاي الجامعه، وبنفس الوقت المدرسه بالعقل بالليل تحاول تقنعه بهذا الحكي، عشان يدخل براسه انه هاي الجامعه اقوى من الجامعه اللي هو اختارها. وبالفعل يا معلم اليوم تبع اختيار الجامعه، بيختار الجامعه اللي بدها اياها لي وجوزها، وبتكون الامور في السليم. مايكل يا ابو الغوالي بتكون كل اموره في الدراسه تمام، ما عدا ماده واحده. ولما تروح لي عشان المدرس بقول له خليه يكتب، يعني خلينا نحكي برزنتيشن مرتب، وانا بظبط له الدنيا، بيختار عن الشجاعه وبلش يكتب قديش الواحد لازم شجاع وما يخاف. احكي لحالك يا ابو الغوالي. المهم بفقع يعني برزنتيشن من اللي بيحبه قلبك، وبقدمه للمدرس اللي بيشوف الكلام بنصدم، لانه هذا اشي عاشه مايكل في حياته. ومنلاقي مسؤول المدرسه كل الموضوع تبع النجاح عن مين؟ عن مايكل، وكيف كان من الصفر لحد ما نجح بالثانويه ومعدلاته فخمه، يعني فخم الفخم. لسه الامور ماشي تمام، وبده يبلش في الجامعه، بيلاقي اتحاد الكره الامريكيه طالبه للاستدعاء للتحقيق، وبطلب من لي انه يدخل لحاله. تقعد معه بتقول له على العافيه ابو الغوالي، كيف حالك؟ ان شاء الله تمام. انت ليش تدخل تدرس هاي الجامعه؟ بقول لها عادي بدي ادرس في هاي الجامعه. بتقول له انت بتعرف انه لي هي وجوزها درسوا في هاي الجامعه، انا خايف يكونوا بيستغلوك في هذا الموضوع وبيضغطوا عليك. طبعا اخوان الحكي اللي كتير انه هم استغلوه بيأثر فيه وبخف عقله من الموضوع، وبيحمل حاله بيطلع طيران، بكون كثير معصب. واول ما يشوف لي بقول لها انت ضحكتي علي، انا لا بدي العب كره قدم امريكيه، انت اللي اخترتي ما خليتيني اختار، انت بدك تخليني ادخل في الجامعه تبعتك لنيه الك انت، عشاني انا مشهور، انت كل اشي بتعمليه علشانك. هذا الحكي بيأثر على لي، وحتى لما تقعد مع جوزها بتقول انه مايكل معه حق، احنا ما سبناه يختار، احنا كل اشي بنختاره. وعشان هيك مايكل بروح على الحي يدور على امه، بلاقي اصحابه اللي قدام بقعد هو وياهم، يعني شغل صبابه، والشباب قاعده بيلاقي الكل قاعد بتنمر عليه وبتخبل عليه وبتمسخر عليه بتخبل. المهم بقوم بضربهم كلهم، بكسر وجوههم، وبحمل حاله بيطلع بقول لهم انا مش راجع لكم تاني مره. وبروح بقعد بكون قاعد على الرصيف، عشان لي تكون قاعده بتدور عليه، وبتلاقيه قاعد بتقول له شو،
والله معك حق. بقولها لا لا دقيقة، أنا مسامحك على اللي عملتيه، وأنا عارف إنه أنتوا كل شيء بتعملي لمصلحتي، وخلص حقك علي. ولما يروح بالتحقيق بقول لهم لا أنا اخترت هاي الجامعة لأنه أهلي هم اللي اختاروها، كانوا يدرسوا فيها وأنا أموري تمام. بيقتنعوا بروح على الجامعة، والكل بيكون خاف عقله متضايق إنه بده يروح على الجامعة ويتركهم، وهو كمان بيكون جواه يعني أحاسيس، ناس عاش معهم يا إخوان، أنت بس بتربيها بخف عقلك عليها. بروح بحضن لي وبكمل دراسته. ويا إخوان عشان تكونوا عارفين هاي قصة حقيقية، وهاي الصور بطل فيلمنا الحقيقي اللي صار أقوى لاعب كرة قدم أمريكية في العالم.